الا كنتي واحد من الناس اللي عاشوا طفوله قاصحه وما قادرش تجاوزها، ما قادرش تنساها، عايش حياتك بناء على داكشي الخايب اللي وقع لك فيها، كمل معايا الفيديو حتى الاخر وانا متاكده غتبدل نظرتك لكل شيء. السلام عليكم، معكم حنان. الا كنتي مهتم بالمواضيع ديال تطوير الذات اضافه للقصص الملهمه شارك في القناه، فعل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد ومرحبا بك. قصه اوبرا وينفري تزادت في 29 يناير 1954. كانت كتعيش في ولايه الميسيسيبي في امريكا، في واحد المنطقه قرويه الناس ديالها كيعتمدوا على الزراعه، وكان منتشر تما الفقر والتهميش اضافه للعنصريه. العنصريه كانت في امريكا كامله، ولكن ولايه الميسيسيبي كانت من اكثر الولايات اللي منتشره فيها العنصريه بشكل كبير. اوبرا كانت كتعيش مع الجده ديالها وجدها، حيت والديها كانوا فارقين. امها كانت عايشه في واحد المنطقه وحده اخرى كتخدم في الديور، وباها كان عايش حتى هو في منطقه وحده اخرى كان حلاق على قد الحال. اوبرا كانت كتعيش مع جدتها حياه قاصحه، اضافه لقلة الشيء كانت كتضربها بزاف، كانت كتضربها وكتمنعها حتى من انها تبكي، ما عندهاش الحق حتى انها تعبر على داك الالم اللي كتحس به ملي كتضربها. وكانت ملي كتسالي كتقول لها ممنوع نشوفك غضبانه، خصك تضحكي بزز منك. وجدها كان مصاب بالمرض ديال الخرف، وكانت كل ليله اوبرا كتنعس وهي خايفه، حيت واحد المره جدها كان غيقتل جداتها. ناض في الليل وبقى كيقجها وبقات كتغوت واحد الجار اللي كان عتقها. ومن داك الساعه واوبرا ما كتقدرش تنعس حيت كتكون خايفه، كتبقى تصنت الا شي حاجه تقرقبات، الا شي حاجه تزعزعات كتقولها هو عاوتاني غينوض يقتل جداتي. ديما عايشه في الرعب وهي في عمر صغير بزاف. وكانت الجده ديال اوبرا اقصى ما كتمنى الاوبرا فاش تكبر هي حتى هي تخدم في الديور، ولكن كانت كتمنى لها انها تخدم عند شي ناس اللي يتعاملوا معها مزيان، حيت الناس تما كما قلت كانوا كيعانيوا من العنصريه. يعني السود كانوا كيخدموا عند البيض وكانوا ما كيتعاملوش معاهم مزيان. فاش وصلت اوبرا ل6 سنين جداتها صيفطتها عند امها حيت كانت مريضه وما بقاتش قادره انها تقابلها. فاش مشات عند امها ما تبدلش الحال، نفس المعاناه. اوبرا كتعاود على اول ليله فاش مشات عند امها، عند الناس اللي كتخدم عندهم. كانت كتمنى انها تنعس في الاحضان ديال ماماها، ولكن نعسوها بوحدها في واحد البلاصه صغيره وهي في عمرها يلاه 6 سنين. هنا غتبدا القصه ديال اوبرا، المعاناه، الاهمال. الام ديالها ديما مشغوله، ما كاينش واحد الحب، ما كاينش واحد الاهتمام وواحد الرعايه، اضافه للفقر. ولكن كانت كتمشي للمدرسه وكانت تبارك الله عليها رغم هاد الظروف كاملين اللي كتعيشهم. كانت ذكيه بزاف. من بعد الحياه ديال اوبرا غتبدل فاش غتوصل للعمر ديال 9 سنين، غتعرض للاغتصاب وغتبقى كتعرض للاغتصاب حتى العمر ديال 13 عام فاش غتلقى راسها حامله. هاد المصايب كاملين اللي كيوقعوا لاوبرا وهي مازال صغيره ما مستوعباهمش نهائيا. من بعد داكشي اللي غتولد غيموت ليها، وهنا غتقلب الحياه ديال اوبرا. غتنتقل باش تعيش عند باها، وباها غيحضنها وغيعاونها بداكشي اللي قدر عليه. غترجع لقرايتها وغتحط هدف قدام عينيها وبدات كتقرا مزيان رغم الظروف اللي كتعيشها، حيت واخا لقات الحضن ديال باها اللي حضنها وكيتهلا فيها وكيعاونها، ولكن كانت كتعاني من العنصريه والتنمر على الشكل ديالها. واخا هكاك هادشي ما منعهاش انها تصبر وانها تبقى كتقرا مزيان وتلتحق بالكليه ديال الاعلام. فاش وصلت ل 19 عام خدمات كمراسله لواحد الراديو، وهنا غتبدا المسيره ديال اوبرا. غتبقى من نجاح لنجاح حتى وصلت للبرامج التلفزيونيه، وكان عندها واحد الطبع خاص، كانت مختلفه على البرامج الاخرين، وهذا الشيء اللي غيجيب لها نجاح كبير. وشويه بشويه حتى وصلت للبرنامج الشهير العالمي اللي كانت كتقدمه اللي سميتو اوبرا شو. هذا البرنامج هو اللي فتح ليها الابواب، هو اللي غير لها حياتها كلها. لقبوها بملكه جميع وسائل الاعلام. بقات كتحقق نجاحات كبيره، ولات مؤلفه، منتجه، كاتبه، شاركات في افلام قصيره، شاركات في السياسه، خدات جوائز كثيره. عندها خطابات ديال تطوير الذات اللي ناجحه. All of you leaving here have the potential for enormous success. There's a price that comes with that. ولات من اكثر نساء العالم ثراء، ولات عايشه في قصر. كذلك اوبرا كيعتبروها من اعظم النساء اللي كيديروا الخير في العالم. تخيلوا معايا من قمه الفقر والبؤس والحرمان والاغتصاب وكاع الحوايج الخايبين
قدرت انها تبني حياه وحده اخرى مختلفه 180 درجه على داكشي اللي عاشته، ولات من اثرياء العالم. كاينين الناس اللي الطفوله القاصحه، الظروف القاصحه اللي عاشوها هي اللي كتصنع منهم اجمل واقوى الشخصيات، فاش كيكون عندهم واحد الذكاء العاطفي، كيحطوا قدامهم واحد الهدف، ما كيبقاوش كيفكروا ديما في الطفوله حيت شي حاجه خارجه من يديهم ما يقدروش يتحكموا فيها. هما كانوا ضحيه ديال واحد الاشخاص كيقدروا انهم يتجاوزوا داكشي، كيتحملوا مسؤوليه اي حاجه وقعت لهم فاش كيكبروا وكيوليو ناضجين. ما كيبقاوش نهائيا كيحطوا اللوم على الظروف الخارجيه، ولكن كيتغيروا، كيبدا التغيير منهم هما. كيرسموا لراسهم حياه جديده وكيكون عندهم ايمان وامال كبير على ان غدا غيكون حسن. وفي المقابل كاينين الناس اللي حيت عاشوا طفوله قاصحه، ظروف قاصحه، كيبقاو حياتهم كامله عايشين في التعاسه، عايشين يا اما مدمنين يا اما كيوليو هما كيأذيو الناس الاخرين حيت ديما كيحطوا اللوم على داكشي اللي عاشوا، ولكن ما عمرهم فكروا انهم بامكانهم انهم يبدلوا حياتهم، بامكانهم انهم يرسموا حياه جديده مختلفه على داكشي اللي عاشوا. حتى شي حاجه ما مستحيله الا كنتي لداخل ديالك باغي تبدل حياتك، حتى شي حاجه ما مستحيله واخا تكون عشتي اكفس عيشه، عشتي اقبح الظروف، بامكانك انك تعيش غدا مختلف كل سعاده وفرح. قرار كيرجع ليك انت، دير في بالك ان حتى شي حاجه ما مستحيله. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في مواضيع وحده اخرى، في قصص ملهمه وحده اخرى. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، المواضيع اللي تبغيونا نهضروا فيهم. تبقاو على خير، السلام عليكم.